لو انت من الاشخاص اللي عندهم عادة التسويف او التأجيل فالفيديو ده ليك. بس قبل ما اقولك ازاي تتخلص منه، هقولك التسويف او المطلة بيعمل ايه في الشخص المتعود عليه. اول حاجة الشعور بالقلق والتوتر نتيجة عدم تنفيذ المهام المطلوبة. كمان الاشخاص المسوفين اكثر عرضة للامراض المزمنة زي امراض الضغط والقلب، نتيجة الضغط والكبت اللي جواهم من عدم تنفيذ مهامهم او تنفيذها في اخر الوقت. طب ازاي نبقى اشخاص منجزين؟ أول حاجة التحفيز الزمني أو الديدلاين، وهو ربط تنفيذ كل مهمة بزمن محدد عشان يلزمنا بالإنجاز. تاني حاجة البحث عن السبب الحقيقي للتسويف، لأن التسويف له دوافع نفسية داخل نفسك، لازم تكتشفها وتحط إيدك عليها علشان تتقبلها وبعد كده تتخلص منها. تالت حاجة تقسيم المهام المطلوبة لمهام أصغر، عشان العقل الباطن ما يحسش إنها حاجة كبيرة فيستصعبها، فكل ما يلاقي إنها حاجات صغيرة هيبقى سهل عليه إنجازها. رابع حاجة تحديد الهدف وكتابته بشكل واضح وصريح، وقلت لكم قبل كده أهمية الورقة والقلم في حياتنا، والبعد عن أي مشتتات. خامس حاجة تخيل الشعور بعد الإنجاز ومدى تأثيره على الحالة النفسية ليك والإيجابية اللي هتنعكس عليك بعد كده، ده غير طبعا هيزود لك ثقتك في نفسك. آخر نقطة ودي شايفاها أهم نقطة، وهي إنجاز المهام التافهة جدا. يعني لو ورقة أو قلم واقعين على الأرض شيلهم في ساعتها، لو طبق قدامك شيله في ساعتها وحطه على الحوض. صدقوني الحاجات دي فعلا بتعود العقل الباطن على الإنجاز، وبالتالي بعد كده أما يجي بقى حاجة أكبر يكون عقلك متعود على كده. جربوها وفعلا تفرق معاكم.